ايه ده؟ هي الأوضة بتولع ولا ايه؟ نهار اسود، في ايه؟ ايه ده؟ مفيش دخان، ولا الدخان ده جاي منين؟ الأوضة ما ولعتش ولا حاجة، ولا بتهيألي ولا ايه؟ طب ما هو مفيش حاجة اهو، ايه الهبل ده؟ وانا كان بتهيألي، اكيد بتهيألي. هو في ايه؟ انا بطمن على البت هدير. بنت هدير، هدير، يوه انتي نومك تقيل قوي. بنت هدير يا بت، انتي يا بت، في ايه؟ انت شكلك عامل كده ليه؟ هدير، يا نهار اسود. ايه ده؟ هو في ايه؟ مالها دي؟ ومال وشي في ايه؟ مش فاهمه، هي خافت من ايه؟ ثانيه كده اما اشوف. طب ما مفيش حاجه اهو، امال في ايه؟ مالها دي؟ الحمد لله على السلامة يا حبيبي. الله يسلمك يا حبيبتي. انا عارف ان الشقه اللي انا جبتها ديت يعني مش قد المقام، بس يعني على قد فلوسي، على ما بقى ربك يكرم وابيعها واجيب اللي اكبر منها باذن الله. ان شاء الله يا حبيبي. انا عارف ان شهر العسل عدى بسرعه وزي ما بيقولوا الايام الحلوه بتجري بسرعه. هبدا بقى مع معاد الشغل بقى، تبقى قاعده في البيت لوحدك لحد ما اجيب الشغل وكده. بس عادي، استحملي بقى، ولا لا يهمك. سنه الحياه بقى زي ما بيقولوا. اكيد طبعا. اهم حاجه مرتاحه في الشقه دي، نفسيتك هاديه فيها. اه مرتاحة فيها قوي. طب كويس والله، طمنتيني. انا هنزل بقى اشوف اصحابي، اقعد معاهم شويه على القهوه، وبعد كده ابقى اجيلك بقى. ماشي؟ ما تخليك شوية يا محمد. يا ما احنا قعدنا كتير مع بعض بقى، هشوفهم واجي تاني. ماشي ماشي. ماشي، براحتك خلي يا بالك حبيبي. من نفسك. ماشي. لو في اي حاجه احتجتها رن عليها على طول. اكيد طبعا. يلا. ماشي. سيبني لوحدي تاني، يا نهار اسود. بص يا اخويا، انا عايزه اقولك على حاجه بس ما تقولش لحد. يا بنتي في ايه؟ قلقتيني، قولي. انا كنت نايمه عادي في الاوضه، فجاه لقيت اختك بتصحيني، فصحيت عادي بقول لها في ايه، لقيتها اتخضت من وشي وتقول لي انت وشك عامل كده ليه، وتعبت وفضلت تجري، فببص في التليفون ما لقيتش وشي في اي حاجه. مش عارفه في ايه، ولا اختك مالها، ولا ايه اللي حصل. يا ستي مش اول مره تعملها، ده قبل كده دخلت عليا برضه وقعدت تقول لي ما اعرفش انت مالك شارك عامل كده ليه وبتاع، وقام جت قاعده تجري برضه. عارفه ان اختك دماغها تعبانه من صغرها. المهم فكك، هي فين دلوقتي؟ قاعده في الشقه هناك، بس انا سبتها وجيتلك، فانا مش عارفه بقى هي شافت حاجه فعلا ولا مالها ولا في ايه. خلاص خلاص سيبك منها، كده كده هبقى اكلمها. روحي انت يلا، وانا هبقى اكلمها بعدين. ماشي. ده انتوا عيله وش، عيله كلها ركبها عفاريت، انا مالي ان انا عشت انا عم برا مصر. ما اكلم اختي بقى شوفها ايه، بس انا بحب عيد التليفون هنا عشان انا اشقي هنا. الو. ايوه يا بنوة. يا قلبي انت فين كده؟ انا في البيت. طب بقول لك يا اختك جت كلمتني قالت لي ان انت شفتي حاجه غريبه كده وبتاع، كان ايه؟ يا بنوة انا بشوف حاجات غريبة اصلا في البيت، انا مش عارفة في ايه، انا تعبت. مرة شفت دخان طالع من الأوضة من تحت عقب الباب، ودخلت اصحي هدير لقيت شكلها اتغير. دخان؟ هتلاقي عفريت كان بيدخن بس ما تهزريش. انت في جد والله؟ بتهزر؟ انت بتضحك يا بنوة. كلام جد. والله بكلم بجد. طب وبعدين؟ مش عارفة اخرتها ايه، انا عايزة اقول لمحمد بس قلقانة. ما بص بقى لله، انت بس شارك قرآن في الشقه وما تقلقيش من حاجه. حاضر يا بنوة.